عارف يا عصمت، امبارح في الشغل حصل موقف أقل حاجة تتقال عليه إنه محرج جدا. ليه؟ حصل لك إيه؟ أنت عارف إن الشركة عندي فيها بنتين؟ آه. أنا قاعد في المكتب ودول شغالين رغي وحكاوي، وطبعا حكاوي من غير فلتر. ومش عارف ما كانوش مراعين إني موجود ولا منسجمين ولا ما صدقوا يحكوا. أهلا بيكم في حلقة إذاعية جديدة بعنوان ظروف محرجة. أبطال الحلقة النهاردة شريف علي، وده شغال في شركة خدمة عملاء، ومعاه عفاف وبسمة في نفس الشركة وهو مدير الفرع بتاعهم، وصديقه عصمت اللي بيحكيله الموقف المحرج اللي حصل له. وتعالوا نشوف إيه يا ترى اللي حصل. ما تتخيليش يا بسمة، رجعت البيت امبارح وأنا ليا أسبوع مش مخلياه حتى ينام في الأوضة اللي بنام فيها. يا خيبك بت انتي قادرة والله، بس تعرفي ان الجدعة يستاهل علشان يتلم. على رأيك أهو، يتربى ويبطل يألف أدبه. المهم كملي، حصل إيه؟ أنا أول ما دخلت غيرت هدومي ولبست لبس خفيف قوي. واو. وبعدين طلعت فضلت أمشي قدامه شوية وأعمل نفسي بظبط حاجات ووطي وكده. يا لهوي منك بت، ما انتي قلتي يستاهل. طيب كملي، وهو عمل ايه؟ ما اديتوش فرصة، حاول يقرب طبعا، بس أنا قلت له مفيش منه. وانت عملت ايه؟ عملت ايه في ايه؟ في اللي قاعد تسمعه يعني هيكون في ايه؟ كنت متغاظ، معرفش ليه. حسيت ان مراتي ممكن تكون زيها كده وانا مكان جوز بسمة وبيضحكي عني في الشغل بالمنظر ده. اوف، ده انت خدت الموضوع من ناحية تاني خالص. ما انت فاهم ان الواحد الناس بتقدره وبتحترمه، وانه يعبر عن شعوره او رغبته مثلا في علاقة بيكون شيء شخصي شوية، وما ينفعش يتحكي للناس ويبقى فيه تريقة وضحك وكلام فاضي زي كده. انا فاهمك يا صاحبي، بس البنات بتحب تحكي، هي برضو بتفضفض لصاحبتها، يعني ما عملتش مصيبة. لا، عملت مصيبة ومصيبة كبيرة. أنا لما قابل جوزها في الشارع مش هعرف أمنع نفسي من تخيل المنظر اللي بتحكيه واللي فيه إهانة ليه، فمستحيل أعرف أحترمه، ومش حاجة أقدر أتحكم فيها. أنت كبرت الموضوع قوي، أنا حسيت بجرح وإهانة وأنا بسمعهم. فاهمك يا صاحبي. طيب كمل اللي حصل. تخيلي الراجل المتخلف أقوله عايزة مطهر للمنطقة الحساسة من الفطريات من الصيدلية علشان مكسوفة أجيبه وكده، يروح يعمل إيه؟ عمل ايه؟ راح جابه من الصيدلية اللي تحتينا. جوزك ده مسخرة. ده حيوان. انتي متخيلة دلوقتي والله بتكسف أعدي قدام الصيدلية بسببه الغبي ده. أضحكك عليه؟ قولي هتموتيني. هو قاعد يجيب أدوية من الصيدلية وهيموت من القلق لأنه حاسس باحتقان في آخر بطنه. يا بت، ده بيجيلنا احنا بس. لا يا اختي، مش بتاع كل شهر، ده عنده حاجة اسمها البروستاتا. أسمع عنها. ده عنده استعداد إنه يموت وما يروحش يكشف عليها. شفت قلة الأدب؟ هو انت معاك حق، هي فعلا ازاي تسمح لنفسها اصلا تقول كل ده والبالسخرية دي عن جوزها؟ شفت لما هي جالها فطريات وريحة وحشة ومجرد الراجل جاب لها دواء من الصيدلية اللي تحت البيت اتضايقت ازاي؟ فهمتك، انت عايز تقول ان الموضوع كبير فعلا ويضايق. انا كمان حسيت بالضيق، واعتقد هي لما اتحطت فعلا في موقف زي اللي حطه جوزها فيه اتضايقت، مع ان الراجل ما حكاش حاجة خالص. لكن هي احرجت واتضايقت علشان بس حست ان في حد ممكن يخمن شيء شخصي قوي عنها زي ده. وبعد ما عرفتوا الموقف، في رأيكم شايفين إنها غلطانة وفعلا الموقف محرج؟ ولا شايفين إنه عادي وهي بتحكي بسلامة نية وبتفضفض، وإيه المشكلة يعني، ده بينها وبين صاحبتها؟ هستنى أسمع منكم رأيكم في الكومنتات. لو عجبتكم الحلقة وبتسمعني على اليوتيوب، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة، ولو على الفيسبوك فأنا بستأذنكم تعملوا لي متابعة للصفحة، ولو على التيك توك ادخل على البروفايل عندي، هتلاقي في البايو رابط صفحتي على الفيسبوك. وعامة اسم الصفحة راديو أونلاين بالإنجليزي، والقناة على اليوتيوب
الحكاية الأخيرة مع كيرو، لو عملت بحث عنهم هتلاقيهم. يلا مستنينكم.